مع إشراقة شمس الصباح الجميلة نلتقيكم أحبتي لنستطلع آراء الطلبة عن الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع العراقي وتأثيرها على السلوك المجتمعي. تعالوا ويانا. مرحبا علي. مرحبا. علي، ردنا نسألك عن الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع العراقي وتأثيرها على السلوك المجتمعي. أول شيء كثرة الظواهر السلبية في المجتمع ومنها الابتزاز والمثليين وظاهرة التحرش كثرة. وأنا بدوري كطالب نعالج الظواهر السلبية بكثرة التوعية والدورات في الجامعات عن هذه الظواهر السلبية. أولاً السلام عليكم. احنا كشباب نقدر نسوي حملات تطوعية نقضي على هاي الظاهرة السلبية اللي تفكك النسيج الاجتماعي وتقضي على مستقبل الشباب بصورة عامة. ظهرت في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد عام 2003 ظاهرة المخدرات وظاهرة المثلية والابتزاز الإلكتروني، وهذه الظواهر هي ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي الأصيل. وبالنسبة لهذه الظواهر يمكن الحد منها ومعالجتها من خلال تنمية وتنشيط وتفعيل دور الأسرة وكذلك المدرسة وكذلك الجامعات، من خلال بث روح الوعي لدى الطلبة والمجتمع بشكل عام، وتفعيل القوانين وكذلك الوعي السياسي والثقافي والوعي الديني للحد من هذه الظواهر اللا أخلاقية والدخيلة على مجتمعنا العراقي الأصيل. الموضوع الذي طرق على مسامعنا اليوم والذي لابد يعني من الوصول إلى أمور جيدة في صدده، ألا وهو العادات الدخيلة على المجتمع العراقي. هذه العادات لم تكن موجودة سابقا أو لاحقا لولا ضعف الواعز الديني والضعف السياسي المستتب في الأمر والواقع الحضاري والواقع الإنساني في مجتمع تسوده العادات والأعراف المحترمة. فالسبب الديني أو الواعز الديني عندما يضعف في مجتمع ما يؤدي بالجانب الآخر بسلبية تامة تؤثر على أفراده. لذا نرجو من المشرع العراقي أن يعالج هكذا أمور وهكذا سلبيات تؤثر فيه وتحطم من نفسية أطرافه. مرحبا شاكرين. ردنا نسألك رأيك كطالبة بالظواهر السلبية الدخيلة بالمجتمع العراقي. والله أنا أشوف يعني الظواهر السلبية أساسها الفرد، يعني هي تبلش من الفرد وتبدي تنتشر، فلازم نعرف إنه الفرد إيش بيه ونعالجه فردا حتى. فشنو لازم نعالجها، ولازم الدولة إنه توفر إمكانيات حتى نعالج، وأماكن مخصصة يعني مثلا يعني تعزل الدولة عنا. صح. أي فحتى تعالجهم ويرجعون للمجتمع الطبيعي. لاحظ في الفترة الأخيرة بالمجتمع العراقي تفشي ظاهرة انتشار المخدرات، وهذه ظاهرة تسبب لنا مشاكل كبيرة وخاصة في المجتمع العراقي، لأنه يتناولونها الشباب، وهذه من الممكن أن تنتقل إلى الشباب الآخرين، ونعرف أنه الشباب يقلدون الآخرين. فلذلك هذه الظاهرة لابد أن يتفعل القانون وللحد من هذه الظاهرة، وكذلك جانب آخر تقوية الوازع الديني والأخلاقي لهؤلاء الشباب من قبل رجال الدين والمؤسسات التربوية. بداية يعني بنيان الشاب العراقي أو الفرد العراقي أو يعني بشكل عام هي تبلش من الأسرة ومؤسسات التربوية. يعني هواي تحدث يعني ظواهر اجتماعية مو لائقة بالشاب العراقي وبالعرف الإسلامي اللي عندنا، يعني بسببها إنه استخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، يعني أصدقاء السوء وغيرها. يعني فلذلك هواي جاي نشوف إنه ظواهر مثل التحرش الجنسي، ظاهرة المثلية، الابتزاز الإلكتروني، كل هاي يعني ليش؟ لأنه ماكو رقابة، ماكو توجيه،
اكو بعض الاسر يعني مثل ما نقول غاض النظر عن الاطفال، فهو يصير هيك ظواهر حتى من قبل الدوله. ماكو هيك رقابه، يعني يقول لك من امن العقاب ساء الادب. لذلك هسه اشوف هواي يعني كثير من الناس يعني جاي يبتزون من قبل ناس هم ما موجهين او ما عليهم رقابه من الدوله. ظهرت في مجتمعنا مؤخرا بعض الظواهر السلبيه، الابتزاز الالكتروني والمخدرات والمثليه، وهذه الحقيقه الظاهره المقيته التي تبعدنا عن محيطنا الاسلامي والعربي، وان هذه الظواهر يمكن القضاء عليها بالتكاتف الاجتماعي والاسره، وخاصه الاسره بتوجيه ابنائنا وكذلك المدارس والجامعات، وان هذه الظواهر تؤدي الى تفكك المجتمع، ويجب القضاء على هذه الظواهر السلبيه التي لا تمت الى قيمنا العربيه والاسلاميه. لمعالجه هذه الظواهر يجب علينا انشاء منظمات توعويه لإعادة تطوير مثلا البلد، توعية الأشخاص، الحد من هاي الظاهرة والتقليل من هاي الظاهرة. وظاهرة المخدرات يعني جاي تؤدي بأرواح العديد من الشباب، كثرة من الشباب جاي يتأذون من هاي الظاهرة. يجب إنشاء دورات توعوية ومراكز تطوير، إعادة تطوير هذه الحالات ومعالجتها والحد من هذه الظواهر. هناك ظواهر خطيرة دخلت على المجتمع العراقي، وهي أهم هذه الظواهر هي ظاهرة المخدرات. هذه الظاهرة التي أخذت بالانتشار بعد عام 2003، بالإضافة إلى ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وظاهرة المثلية. للحد حقيقة من هذه الظواهر يجب تكاتف الجميع، ابتداء من الأسرة والمدرسة والجامعة، بالإضافة إلى شيوخ العشائر، وعلى عاتق مؤسسات الدولة أن تأخذ دورها الرقابي في هذا المجال.